المزمن. هذا الأمر استفز مشاري الوزية الطالب في المرحلة الجامعية بجامعة الملك سعود، تبرع لها بجزء من كبده على خلفية انتشار مطالبات كبيرة لها في تويتر. ظهر الشاب مشاري في مقطع فيديو يوثق تفاصيل القصة، وأكد أنه ما تردد في الوصول للمستشفى والتأكد من حالة الطفلة بعد ما علم أن والدها ما هو جنبها. أكد مدير الشراكة الطبية في جامعة الملك سعود عبد الله الصقعبي أن صحة مشاري مستقرة وهو يرقد الآن في العناية المركزة، موضحا أنه ما يعرف عن الطفلة سوى أنها تحتاج إلى كبد، وأن والدها من ضمن المرابطين في الحدود الجنوبية لحماية أمن المملكة. المعلومية البنت اللي أنا بتبرع لها صح إني ما أعرفها، وفوق هذا إن هي من ديرة وأنا من ديرة ثانية، ما يربطنا إلا إن إحنا سعوديين. في يوم من أيام الثانوية اللي كنت أدرسها كانت حصة الوطنية ملغية عندنا. سألنا الأستاذ ليش يا أستاذ تلغيها؟ قال الوطنية ما تدرس، الوطنية تنزرع داخلك. وآخر مقطع تشوفونه لي قبل لا أخش غرفة العملية، دعواتكم لي والله يسهل علي قدامي شيء كبير. يعلم الله أن في قلبي سعادة لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض. ونعم يا مشاري، هذول هم شبابنا اللي ممكن نفخر فيهم ويا كثرهم.